السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة بنت سيدي الخضر مستغرمية. ان شاء الله تكونوا بخير وصحتكم لاباس. الوصفة تاع اليوم قوة في البنة. جبت لكم لي بيني بعجينة وحدة ديري بها عدة اشكال وتجي خفيفة بزاف وبنينة بزاف، وان شاء الله تعجبكم الوصفة تاع النهار اليوم. نديروها في المناسبات وتصلح كمشروع تاني. نبداو بسم الله، صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. هنا عندي 4 كيسان تاع فرينة، لازم نصفوهم مليح باش العجينة تاعنا تجي خفيفة. نزيدو معاهم 3 مغارف كبار تاع السكر، ومغرف تاع خمارة تاع الخبز، ومغرف تاع لافاني، ومغرف صغيرة تاع خمارة تاع الكاطو ولا خميرة كيميائية. نخلطو كاع هادو النواشف بالمغرف، نص مغرف صغيرة تاع ملح، نديرو حفرة في الوسط ونزيدو فيها حبة تاع البيض، ومغرف كبيرة تاع دهان نذوبوها ونزيدوها للخليط. وهنا عندي كاس تاع حليب ونص كاس تاع مزهر. انا خلطتهم كاع ودفيتهم، بصح الخطره الاولى نديرو غير كاس تاع الحليب ونلمو به العجينه تاعنا، ومن بعد نزيدو نص كاس الزاوج. تجينا هذيك هي المقادير مضبوطه. نخلطو هذاك العجين تاعنا مليح ونزيدو له في الاخير نص مغرف تاع قشور تاع الليمون هكا باش يعطينا بنه شابه. نعاودو نقلعو هذاك العجين تاعنا من الغيسيبيون ونعجنوه شويه فوق طاوله العمل، ونعاودو نرجعوه للغيسيبيون تاعنا نغطوه ونخلوه يخمر. دروك من جهه واحده اخرى عندي كسرونه ندير فيها كاس تاع حليب، 2 مغارف سكر، مغرف كبيره معمره مليح تاع فرينه. نخلطو كل شيء غير بالفوي، نزيدو عليهم حبه تاع البيض، نعاودو نخلطو ونزيدو مغرف تاع لافاني. نخلطو كل شيء دروك ندوهم فوق النار، نخلطو حتى تعقد معانا كيما راكي تشوفي هكا في الفيديو. نخلوها تدفى شويه، نديروها في طبسي، نغطوها بكيس بلاستيكي هكا اون كونتاكت باش ما ديرناش هذيك القشره الفوقانيه. نعاودو ندخلوها الفريجيدير ونخلوها تبرد. نولو العجينه تاعنا بعد ما نصيبوها خمرت، نديرو في يدنا غير شويه تاع الزيت، نخرجوها من الغيسيبيون ديغازوها، نخرجوا لها داك الهواء اللي يكون فيها. دروك نقسموها على 2 والعجينه تاعنا راهي طريه بزاف، ما لازمش تنشفوها ولا تزيدوا الفرينه فوق هذوك المقادير. نقسموا على 2، ندو العجينه الاولى نحلوها بعد ما نكونوا رشينا هذاك البرون دو طرافاي تاعنا بالفرينه، نحلوها هكا بسمك نصف سنتيم، نديرو هكا دوائر. انا عندي هذا الطابع هو اللي غادي نخدم به اليوم، كاين في الاسواق متواجد، ما عندكش خدمي غير بالكاس، بصح هذا غادي نخدم به اليوم. دوك تشوفي معايا. دروك انا درت كيس بلاستيكي درت فيه الفرينه وحطيت فيه هذاك لي بيني تاعي يخمر، وهذوك العجين اللي يبقى لي نفضه من دوك الفرينه ونعاود نكوره ونخليه يريح هو تاني. دروك نحلو العجينه الزوجه بنفس الطابع اللي قلت لك عليه، دروك نضغطوا عليه هكا شويه باش يولي لنا اوفال ونطبعوا به العجينه الزوجه. انت الا كان عندك طابع اوفال ديري به، انا خدمت غير بهذا نعاود يولي كما كان الخطه الاولى. دروك هذه العجينه المتبقيه خليتها تريح، ومن بعد نعاودوا نحلوها على شكل مستطيل ونديروه هكا مثلثات طوال باش نخدموها كما الكرواس كما راكي تشوفي هكا في الفيديو. نديرو دوك المثلثات كيف كيف زعما متشابهين باش يجونا الحبات كاع قد نعاودو نلووها كيما هكا ونتحصلوا على شكل كرواسون. نعاودو نخلوها هي تاني تريح. وهنايا بالخف ان العجينه تاعي الاولى راهي ريحت. دروك نحمي الزيت، ما نديروش كميه كبيره تاع الزيت، نديرو غير شويه عجين باش نتيستو هذاك الزيت تاعنا لاحمه ولا لا. ومن بعد باش نحطو الحبات تاعنا تاع لي بيني كما راك تشوفي هنايا بالخف يتنفخوا معانا. طريقه تاع الطياب تاعهم سهله، خلو الزيت تاعنا تيحمى مليح، نعاودو نقصولو، خلو النار تاعنا متوسطه ونطيبو هذوك الحبات تاعنا كما راكي تشوفي هنايا. داك الشكل تاع لي بيني العادي تنفخ، وفوق هذاك هذا الشكل الزوج كما الاكلير تاني هو تاني بخف يطيب ولي ينقلب هكا غير وحده. كما راك تشوفينا بعد ما طابو العجينه تاعنا راهي ناجحه 100%، جو خفاف بزاف ومنفخين وخاويين من الداخل. دروك نروحو نجبدو هذيك الكريمه تاعنا بعد ما بردت، نزيدو لها كاس تاع لا شونتيي ونخلطوها بالباتور حتى تطلع وتولي ليس وتجي بنينه بزاف. هذه الكريمه تاعنا تاع نهار اليوم. نعاودو نولو لي بيني تاعنا العادي نحلو هكا في الوسط، وكما راكي تشوفي جا خاوي من الداخل ما فيهش كاع هذاك اللب الداخلي. نعمروه بالكونفيتير تاع المشماش، هذا هو الكونفيتير اللي يعجبني انا بلي بيني بكل صراحه. ونديرو له السكر بالفوق. وهذا لي بيني زاوج يدناه على شكل اكلير ولا هكا بيضاوي الشكل، نحلوه تاني هو في الوسط ونعمروه بهذيك لاكريم اللي كنا وجدناها في رحبه. هو تاني جا خاوي من الداخل ما فيش كاع هذاك اللب الداخلي. انا كنت عمرت هذيك الكريمه في بوشادوي وعمرت بها هذوك لي بيني تاعي.
ونديرو نفس الطريقه لي بيني اللي بقاو لنا اللي على شكل كرواسون، ومن الفوقه نديرو لهم الشوكولا انا اللي كنت ذوبتها وزدت لها شويه تاع الزيت ونديروها لهم هكا من الفوق ويكونوا واجدين. هذه هي النتيجه اللي تحصلنا عليها. لي بيني تاعنا جاو بنان بزاف، ان شاء الله تجربوهم وتفرحوا بهم العائله تاعكم ولا ديرهم كمشروع، ان شاء الله يكون مربح. وصلنا لاخر الفيديو، ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاعنا اليوم. ما تنسونيش بالجيم، اشتركوا في قناتي، بارطاجوا الفيديو باش كاع يستافدوا. تهلاو في رواحكم ومع السلامه.